السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنسمي بسم الله ونصلي على رسول. قلنا الفيديو بتاعنا فيه ايه النهارده بقى هعمل الصابون البلدي بتاعنا اللي من بواقي زيت الطعام المستعمل. هعمله بقشر الليمون وكمان من غير أي دقيق خالص. إن شاء الله، وهتشوفوا رغوة الصابون عاملة ازاي. وانا كنت عملته قبل كده معاكم بمقادير ال2 لتر زيت. النهارده ان شاء الله انا كنت مجمعه شويه زيت كتير مستعمل، 3 لتر زيت. فالنهارده اقول لكم على مقادير ال3 لتر زيت، وكمان هقول لكم على مقادير اللتر زيت، عشان اللي حابب ان هو يعمل بلتر بس وما عندوش الا لتر واحد بس من الزيت. يعني قشر الليمون بدل ما احنا هنرميه هنستفيد بيه هو وزيت الطعام المستعمل. كملوا معايا الفيديو للاخر، ان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا جدا. وقبل ما ابدا الفيديو بقى يلا نسلم من الله ونصلي على رسول نبدا الفيديو. حطوا اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا حبايبي حطيت حوالي لتر من الميه، وحطيت معاهم اللهم صل على النبي 3 لتر من اللهم صل، 3 اتمان من بوتاص، يعني كيلو اللتر زيت بياخد 8 بوتاص، وبياخد معايا نص كوبايه من الليمون اللي انتوا شايفينه ده، وبياخد معايا كمان كوبايه من البريل. مفيش اكتر من كده. دلوقتي بقى انا بعمل 3 لتر صابون. هقول لكم بقى على المقادير. 3 لتر من الزيت المستعمل هنحط عليهم اللهم صل على النبي 3 كوبايات من البريل السايب، وهحط معاهم كوبايتين من الليمون اللي احنا ضربينه في الخلاط، واقول لكم انا عملته ازاي. الصابون بسم الله ما شاء الله عليه، زي ما شفتوه في رغوته عامله ازاي، بينضف الالمونيا بيخليها كريستال زي ما شفتوه في الرغوه بتاعته في اول الفيديو. هقول لكم بقى انا بعمل ايه دلوقتي. انا جبت بقى دلوقتي لتر من الميه، انا بعمل على اساس 3 لتر بقى من الزيت. ان شاء الله اكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنجيب بقى دلوقتي اللهم صل على النبي. اللتر زيت بياخد 8 بطاس. انا حطيت هنا 3 اتمان من البطاس، يعني تمن وتمن وتمن، يعني ربع وتمن ربع وتمن. كمان حطيت اللهم صل على النبي، دوبتهم في لتر من الميه. طبعا نخلي ايدينا بعيد شويه، ونحاول نلبس حاجه على مناخيرنا او نبعد وشنا شويه، عشان البوتاص ماده قويه يا جماعه. وبالذات ما تخلوش اي اطفال تقعد جنبكم وانتوا بتعملوا الصابون ده، لانه ده بيكوي في الجلد يعني. بعد ما دوبت البوتاص حطيت بقى اللهم صل على النبي كوبايتين برضو من الليمون. الليمون دوت قشر ليمون كده. انا لما بسلقوش ولا حاجه، انا بحطه، بجيب الليمون كل ما يتوفر عندي قشر ليمون بشطفه كده بشويه ميه والمه في كيس في الفريزر. اما باجي اعمل بقى الصابون بطلعه اضربه في الخلاط، بضربه ناعم جدا. بعد ما خلصت بقى قلبت الليمون شويه لمده ربع ساعه. حطيت بقى الزيت المستعمل، صفيته كويس وحطيته. قلبت كويس جدا جدا. طبعا المرحله بتاعه تقليب الزيت دي اللي بتاخد معايا وقت. والله قعدت اقلب حوالي ساعه الا ربع. بعد كده حطيت اهوت البريل، 3 كوبايات من البريل السايب. بجيب كيلو بريل سايب وبخليه بقى عندي بستعمله. ممكن استعمله في الصابون ده على مرتين. وببدأ اقلب بمضرب يدوي زي ما انتوا كده شايفين يعني الصابون لونه فاتح ازاي، وطبعا ناعم قد ايه. والله الصابون ده بينضف جدا، وكمان بيبوظ ويهلك معاك السلك بتاع المواعين. يعني انت لو انت بتستعمليه ما بيهلكش معاك السلك بتاع المواعين. هو بس يعني ايه الحاجة اللي بتاخد فيه وقت. بعد ما بتحطي مرحلة الزيت بيعوز ان هو يتقلب فترة كبيرة، عشان كل ما بتقلبيه بيتقل معاكي، كل ما تقلبيه بيتقل معاكي. فلو انت قلبتيه 10 دقايق مش هيبقى كويس معاكي. شايفين بقى القوام بتاعه عامل ازاي. بصوا زي ما قلتلكوا كتر التقليب بيخليه يتقل معاكي. بعد ما خلصتوا بقى تقليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما ضيعت البوتاس خالص، مبقاش اللهم صل على البريل خالص، مبقاش باين فيه اي بريل. يلا بقى لو انتوا بقى مستمرين معايا في الفيديو لغايه دلوقتي حطوا لايك للفيديو ده عشان اي حد يستفيد من الفيديو. جبت اهوت دي كرتونه هي بتاعه الشيبس الفاضيه خالص العاديه خالص. حطيت فيها كيسين 2 يعني من البلاستيك كده فوق بعض، وهبدأ افضي الصابون بتاعي. الطريقه دي يا جماعه انا معتمداها بقالي سنين. وانا ماشيه على الطريقه دي ما بغيرهاش. كل ما احوش شويه زيت اكون تقريبا قربت اخلص كميه الصابون ده اللي انا عاملاه، اعمل شويه صابون تاني. ما بشتريش اي صابون خالص من بره. هبدأ بقى افضي الخليط ده بتاع الصابون. هو بقى بعد ما يجمد كده وهينشف، هيبقى ناعم خالص. مش هيبقى فيه اي حاجه مخرصه زي ما انتوا كده شايفين. هفضي اي حاجه خالص فاضله. ما تسيبيش اي حاجه خالص، فضي كل المكونات.
كمان لو عندك بقى بدل المضرب ده اسباشيولا يعني ولا حاجة ممكن تعملي بيه. بعد ما فضيته بقى بالشكل ده بحاول بقى جبت معلقة كده واحاول اسويه اوديه على حروف الكرتونة وكده واحاول اسويه. طبعا اللهم صل على النبي. الصابون ده هيقعد برضو معايا حوالي 12 ساعة. يعني انا دلوقتي كنا بصراحة يعني احنا كنا المغرب. كنت انا عملته بعد ما اتغدينا وكل الحاجات ديت، فانا قعدت بقى لقيت عندي وقت فاضي كده قعدت عملته. احنا كنا المغرب. انا بقى يعني هسيبه لحد تاني يوم الصبح. وما تخافيش هو هيجمد معاكي، ما تقوليش ان هو سايل كده وسايب من بعض وكده. مش هيجمد ازاي، لا اعمليه على طريقتي انا كده وجربيه وانت ان شاء الله هتدعيلي. ولو طلع معاكي حلو بقى ما تنسنيش في دعوة حلوة كده من القلب. ربنا يبارك لكم يا رب ويحفظكم. بعد بقى ما سويته بالشكل ده طبعا بقى يعني هو هيتماسك ويبقى كويس زي ما قلت لكم. هيقعدوا معايا لحد الصبح، يعني قولي مثلا 12 ساعة. هغطي بس الكرتونة كده، ولو في برضو عندك مكان في الشقة برضو سيبيه، او ممكن بقى تطلعيه مثلا لو في البلكونة او حاجة. يعني ما فيش مشكلة، طلعتيه سبتيه في الشقة طلعتيه في البلكونة اي مكان هو هيجمد معاكي برضو يبقى زي الفل. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا كنا بقى الصبح زي ما قلت لكم. جبت صينية هي ألمونيوم وفرشت عليها كده الورق القديم بتاع الكتب ده، وهبدأ بقى اقلب كرتونة الصابون بتاعتي. هو بصراحة بينشع يعني شوية كده زيت برضو. لان كل ما تقلبي الزيت كويس وياخد معاك وقت ما بيسردش اي زيت فيه. دي برضو ملحوظة مهمة. شايفين بقى الصابون جمد ازاي. دلوقتي بقى هبدأ اقلب بصوا ما بتعلمش اهيت لان الصابون جمد معايا. هو ختم هو 12 ساعة بس. هبدأ بقى اقلب الكرتونة كده خالص على الصينية اللي انتوا شايفينها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل بقى الاكياس اهوت اللي انا كنت مفضياهم عليه. بصوا واشيل برضو الكيس التاني ده عشان نبدأ بقى نقطع الصابون بقى مع بعض ونشوفه بقى بعد 12 ساعة اتمسك وشكله بقى عامل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الصابون. انا بقى بغسل بيه على طول معتمداه في كل حاجة بصراحة. طبعا بقى نفس الكرتونة، انا جبت كرتونة تانية حطيتها في قلب الكرتونة يعني. وبعد كده هجيب بقى الاكياس ديت اللي انا كنت مفضيها عليه برضه احطها كده. وهبدأ اقطع بقى الصابون واحطه برضه في نفس الكرتونة يعني. بصوا بالشكل ده. هقطع بقى الصابون ده قطع، وكل واحدة بقى تقطع الصابون ده قطع على حسب ما هي يعني بتستعمل. لو انت حابة تقطعيه قطع كبيرة براحتك برضه. عايزة تصغري الحتت زي ما انا بعملها كده القطع صغريها. انا بعملها يعني حتت برضه صغيرة كده بحيث ان اما اجي اخد منه بتبقى قطع صغيرة. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني تقولوا كيكة والله الواحد كأنه بيقطع كيكة بالظبط. بسم الله ما شاء الله عليه. شايفين الصابون متمسك ازاي. طبعا احنا هنا في الفلاحين صابون المواعين ده ما نعرفش احنا نغسل بالصابون السائل ده. لازم ان احنا المواعين بتاعتنا ما تنضفش الا بالصابون المواعين القطع ده. الصابون برضو بقى غالي، يعني كيلو الصابون بقى 28 جنيه. فليه انا عملت اهوت من قشر الليمون وما كلفش اي حاجه الا حق البطاطس وحق البريل. وطبعا زيت الطعام المستعمل انا كنت هرميه يا اما يعني هشحته او هرميه او هبيعه. فليه طب ما انا استغله واعمل بيه حاجه تنفعني زي الصابون ده. بصوا قطعته انا بالشكل ده. زي ما قلتلكوا بقى عايزه انت تصغري عايزه تكبري براحتك خالص مفيش اي مشكله. قطعته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هو مش هنغسل يعني بيه دلوقتي، احنا هنسيبه برضو شويه مده كده. عشان طبعا اللي فيه في قلبه المكونات بتاعته بتواص والبطاطس ماده قويه. فما تاثرش على ايديك وانت بتغسلي يعني. وتعمل لك مشكله. هنحطه بقى كده فوق بعض. احنا بقى كل ما نسيبه يعني لو هنسيبه بقى لمدة اسبوع كده هيديه بقى هيبقى ناعم اكتر من كده ويديكي رغوة عالية كمان عن كده. انا دلوقتي هجربه معاكم ونشوف رغوته عاملة ازاي. وزي ما قلت لكم هو ما يستنى اسبوع كمان هينشف معاكي ويبقى ناعم عن كده والرغوة بتاعته هتعلى عن كده. كل ما بينشف بيديكي نتيجة احسن يعني. شايفين بقى ال3 لتر زيت عملوا لي بسم الله ما شاء الله الكمية ديت. يعني يعدوا لهم مثلا عن ال5 كيلو صابون.
بسم الله ما شاء الله عليه، حلو جدا وزي الفل. انا هحطه بقى كده في قلب الكرتونة. لسه بقى بصوا، لسه فاضل الكمية اللي انتوا شايفينها دي قد ايه ناعم ازاي. ودلوقتي هنشوف برضو رغوة الصابون معانا. بعد ما قطعته كده هاخد بقى كام قطعة من اللي انتوا شايفينهم دولت. اجربه برضو اشوفه، عشان تشوفوا قد ايه الرغوة بتاعته عالية وهينضف معانا. وكل قطعة صابونة من دولت الواحد بقعد اغسل فيها حوالي مثلا 3 أو 4 ايام، لانه بينضف يعني مسافة ما الواحد يرغي فيه السلكة بينضف جامد بصراحة. فالقطعة بتقعد معايا 3 ايام او 4 على ما انا اخلصه. يعني بسم الله ما شاء الله ممكن كمية الصابون ديت كلها تكفيني حوالي مثلا شهرين، شهرين ونص او 3 شهور. ولو في برضو اي سؤال اكتبولي في الكومنتات ان شاء الله. لو في اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليه. وانا عناية ليكم، بس ما تنسوش بقى تحطولي لايك للفيديو عشان كل الناس تستفيد. بعد ما خلصتوا بقى كده هقول لكم ان شاء الله. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الكمية قد ايه. بعد بقى ما خلصت هنا يا حبايبي جبت اهوت كام قطعة اهوت من الصابون. وهجيب بقى طبق كده فيه شوية مية. وعندي السفنجة بتاعتي ديت عشان هنجرب بيها. شايفين بقى السفنجة اهيت ما فيهاش اي صابون خالص، انا عصرتها اهيت قدامكم ما فيهاش اي صابون خالص. هناخد بقى قطعة كده من الصابون ده عشان نجربه كده. انا طبعا لسه مقطعاه اهوت يا دوبك لسه متقطع يعني دلوقتي، مش هنستنى عليه اسبوع ولا حاجة. هوريكم بس رغوته عاملة ازاي، وبعد كده هنسيبه بقى اسبوع. هرغي بقى بالقطعة الصابون كده على السفنجة بتاعتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، لما يدوبك رغيت حاجة بسيطة. هرغي بقى تاني كده مرة واتنين عشان تشوفوا الرغوة عاملة ازاي. يعني شوف انا رغيتها بس هما 3 مرات، دي 3 مرة ارغي السفنجة دي. وبسم الله ما شاء الله عليه، شايفين الرغوة عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. والله الصابون ده يا جماعة جربوه وهتدعولي ان شاء الله دعوة حلوة. شايفين بقى رغوة الصابون عاملة ازاي. حاجة جميلة وما كلفتناش برضو الا حاجات بسيطة. طريقة الصابون دي ناجحة جدا جدا، جربوها وهتدعيله. ما خدش معانا وقت، يا رب يكون الفيديو عجبكم. هنسيبه بقى لمدة اسبوع في الكرتونة بتاعته. لو مثلا تحط الكرتونة في البلكونة او في اي مكان مفيش اي مشكلة. والطريقة ناجحة اهيت، وان شاء الله تدعيلي بقى دعوة حلوة كده من القلب، وربنا يصلح حالنا ويصلح حالكم يا رب. اللهم امين، ويحفظ اولادي واولادكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.